معقولة جار يدفن جاره حي 26 سنة بسبب السحر الأسود والزهري؟ تخيل معايا تبقى قاعد في بيتك عادي والجار اللي بيضحك في وشك كل يوم تحت رجليه في إنسان مدفون حي. القصة دي بدأت سنة 1998 لما شاب اسمه عمر بن عمران كان عنده 19 سنة، خرج من بيته ومرجعش. أهله قلبوا عليه الدنيا، دوروا في كل مكان لحد ما يأسوا وقالوا يمكن مات أو اتخطف وسط الفوضى اللي كانت بتحصل في الجزائر وقتها. لكن الحقيقة كانت أبشع من أي كابوس. عمر ما كانش بعيد، كان مدفون تحت بيت جاره بوفيريكش عطية، موظف بسيط في البلدية الناس كلها شايفاه مؤدب وبشوش، لكن في الحقيقة كان بيخفي أسفل رجليه إنسان بيتعفن وهو عايش. بوفيريكش كان مهووس بالسحر الأسود وعايز يلاقي الكنوز المدفونة، والمشعوذين كانوا بيصدقوا إن فتح الكنوز محتاج شخص زهري عنده علامات غريبة في كف ايده. ولما شاف ايد عمر قرر يخليه اسيره. ما قتلوش لانه كان فاكر ان موت الزهري يقطع البركة، فحبسه علشان يتغذى على عذاب. القبو كان عبارة عن قبر حي، جدران رطبة متعفنة، ارضية تراب، ريحة بول وبراز، لا نور ولا شباك، مرتبة متقطعة، اكل بايت معفن، مية وسخة. وعمر عاش كده 26 سنة، يسمع صرخة أمه وهي بتنادي عليه من فوق ومش قادر يرد، يسمع عيال بتلعب وضحك الجيران، يسمع الأذان كل يوم وهو مش عارف النهار من الليل. تخيل تبقى عايش تحت رجل أهلك وتسمعهم ومش قادر تنطق. جسمه تحول لهيكل عظمي عليه جلد أصفر، شعره وقع، أسنانه تأكلت، عينيه غيره كأنه طالع من القبر. بوفيريكش ما كانش سايبه، كان بينزله بالليل يولع بخور أسود، يرسم رموز بدم دجاج، يقطر دم عمر في طقوس سحرية، ويستعمل كفه الزهري كأنه بطارية بتمده بالطاقة. وعمر شايف كل حاجة وساكت كأنه مربوط بسحر يكمم صوته. المصيبة الأكبر إن بوفيريكش طول 26 سنة دي كان عايش عادي، يضحك مع الناس ويحضر أفراحهم وجنائزهم ويتكلم مع أهل عمر نفسهم، محدش شك فيه لحظة. لكن في مايو 2024 جات النهاية بالصدفة. رسالة مجهولة وصلت لأخوه بتقوله ابحث في قبو أخوه. نزل وفتح الباب الحديدي، طلع ريحة تعفن ما تتوصفش، ولقى عمر قدامه هيكل بشري لسه عايش، وش أصفر، عيون مفتوحة على آخرها من الصدمة، صوته متقطع وخرج للنور بعد 26 سنة من الدفن في الضلمة. المشهد كان زي فيلم رعب، أهله وقعوا من الصدمة، الجيران اتشلوا، والكل كان بيسأل ازاي عاش أسير تحت رجليهم من غير ما يعرف. وفي نوفمبر